اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم بخير. انا مش بعرف اعمل مقدمة تانية غير المقدمة دي بصراحة. بس ان شاء الله مع الوقت احاول ان انا اغير لكم في المقدمة يعني. بس انا بالنسبة لي يعني ان انا بداية كلامي بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام دي احسن بداية ممكن ابتديها يعني. وحشتوني، تعالوا كده برضو في المطبخ. المطبخ ما بينتهيش ما بيخلص، بس عشان في اكلات في رمضان متنوعة يعني. تعالوا كده، انا هنا بالليل يعني، انا اليوم ده انا كده بعمل الحاجة دي بالليل، انا كده مش الصبح. كده بعد ما اتسحرنا و خلاص كنا خلصنا سحور يعني، بس لسه الفجر ما كانش أذن. فاحنا كنا يعني قلنا تاني يوم هناكل فراخ مشوية. فطبعا لازم اتبلها، يعني بجيبها بغسلها كويس، بنقعها في محلول بتاعها. طبعا المحلول بتاعها مية وليمون ودقيق، بحطش خل. هي ملح ودقيق، ولو في ملح خشن حطي، حلو بصراحة. وليمون طبعا كتير، و... وبحط بعصر بعمل طماطمايه كده. الطماطمايه دي انا كنت شفتها في فيديو بصراحة، ومن ساعة ما جربتها بقيت دايما احطها. لو عندك عيدان قرفة او جنزبيل حطيها في المية دي، بجد بتخلي بتشد اي زفارة في الفراخ. فهي كانت اوريدي ما كانت نضيفة زي الفل قدامكم اهي، و... وخلاص خدت كفايتها في النقع وتمام يعني. فاحنا قررنا ان احنا نشويها. فقلت تمام خلاص، انا هتبلها بقى من بالليل و... واسيبها الصبح بس بنوديها تتشوي. بس هو ما بيعملش حاجه غير ان هو بيشويها. التتبيله بقى بتاعتي انا وريتكم اهو، كانت طماطمايه وفلفلايه وبصلتين، اصل البصل صغنن، بصلتين صغننين. جبت الكبة واضربهم كويس جدا. انا مش بخلي فيهم قطع او حتت او كده، لا انا بخليهم كأنهم عصير، يعني بيبقوا مفرومين تماما، عشان يعني ما يبقاش في حتت في الفراخ او كده، لا تبقى سائل كده. بصوا بقى اللي انا هحطه بعد ما ضربت الطماطم والفلفل، طماطمايه وفلفلايه وبصلتين صغيرين. عندك بصلايه كبيره حطيها، ورقه لورا، ده حبهان. انا هحطهم كلهم، هوريها لكم يعني، هوريكم الحاجات دي كلها دلوقتي، الاضافات اللي انا هضيفها، وبعدين يعني احطهم في الكبه بقى. إيه، بصوا دي كبابه صيني، حاجات بسيطه جدا، مش بحط كميات كبيره. وطبعا كل واحده على حسب الكميه اللي هتعملها، ممكن تعملي اكتر من فرخه فبتزودي في الكميات. ده روزماري. الروزماري ده اصلا يعني، في لو انتي روحتي جبتي توابل فراخ هتلاقي الروزماري ده في التوابل دي، لازم يحطوه مع التوابل بتاعه الفراخ. ده روزماري عندي بحبه. حطيت حاجة بسيطة كده، كام واحدة كده. طبعا قرفة، طبعا انا قلت لكم ان انا بدخلها في حاجات كتير، لانها بجد بتشد الزفارة جدا و... وبتدي ريحة حلوة. يعني بتديش نكهة، يعني بتديش طعم، بس بتدي ريحة حلوة. وبتشد اي زفارة. حطيت حاجة بسيطة خالص، يعني شفتوا الحتة الاولانية اللي انا طلعتها دي، انا كمان قسمتها كمان. يعني شفتي هي كانت قطع صغيرة قد ايه، قسمتها. ده زر ورد، يعني اللي هيعرفوا اللي هيشوفوا هيعرفوا. حلو، بيخلي ريحتها حلوة.
بص والله اقسم بالله عمركم ما هتلاقوا زفارة في الفراخ، لان في ناس كتير بتشتكي من الفراخ اللي هي المشوية ان هي بتجيلهم زفرة وكده. بصوا اهم حاجة، هاتي انتي الفرخة في بيتك اهو، حطيت برضو الحاجة البسيطة دول. هاتي الفرخة في بيتك، نضفيها كويس جدا، اغسليها كويس جدا، انقعيها مدة كويسة، اديها حقها في النقعة بصراحة، عشان تنزل كل الزفارة. اعملي لها خلطة كويسة زي دي كده، واضربيها ونقعيها فيها من بالليل، يعني تبليها من بالليل بحيث لما تروح الصبح تتشوي تبقى تمام. احنا بنحب نشويها فحم، انا ممكن اشويها في البيت بس انا طبعا ما عنديش شواية، ممكن ادخلها الفرن، بس احنا بنحبها على الفحم. بتبقى تغيير، احنا ساعات بنعملها هنا في البيت بس تغيير، يعني هو مجرد تغيير يعني. بصوا حطيت بقى اللي انا قلت لكم عليه ده اهو، اقول لكم تاني. ورق لورا، حبهان، كبابة صيني، روزماري، وزر ورد. حطيتهم كلهم وضربتهم، طبعا الكبة بتنهيهم تماما، بتخليهم مش موجودين. دي بقى توابل فراخ، ما حطيتش اي توابل تانية، هي توابل فراخ بقى، ولا السبع بهارات، ولا بيبقى فيه توابل انواع كتير كده. دي توابل فراخ بس، فيها اصلا الروزماري زي ما انا قلت لكم، فيها روزماري. انا طبعا الكاميرا مش هتبين خالص، بس جواها روزماري. انا خدت معلقة بسيطة جدا كده عشان ما تغيرش لون، بس الفراخ انا عايزة الفراخ تفضل زي ما هي. اللي هياخد باله قوي هيركز، هيلاقي ان فيها روزماري من اللي انا حطيته ده. هما دايما انا لما بجيب توابل الفراخ دي دايما بيبقوا حاطين جواها روزماري، العشب بتاع الروزماري ده حلو بصراحة. معلقة ملح بس مش اكتر، كان ملحها مظبوط والله، يعني انا حطيت المعلقة دي وقلت الملح مش هيبقى مظبوط، بس طلع ما شاء الله، طلعت مظبوطة جدا. وحاجة بسيطة فلفل، انا نزلت الكمية دي طبعا ما حطيتش، انا بوريكم بس كده حاجة بسيطة فلفل. ضربيها كويس جدا بقى، اللي عايز يحط لها زبادي يحط لها يا جماعة. تمام. الفراخ المشوية برضو لما بتتبليها بزبادي بتوديها في حتة تانية. تمام، بس انا جوزي مش بيحب كده، فانا بمشي طبعا على يعني على حسب ما جوزي يحب. بس برضو بيتبليها بالفراخ. انا لما بروح عند والدتي بنتبلها برضو بزبادي، قصدي بنتبلها بزبادي، بتبقى حلوة قوي، الزبادي بيودي الفراخ في حتة تانية بصراحة. بصوا، والناس اللي بيجيلها حموضة بقى من الحاجات دي لما بتتبليها بزبادي لا يمكن يجيلها حموضة. اهو خلاص التتبيلة تمام كده، خلاص هي اوريدي خلاص بقت تمام. بصي بقى، هاتي سكينة وافضلي بقى نغزي بقى في الفرخة، نغزي بقى في كل حتة فيها. انا كنت، هو اصلا انا ما انا مش انا اللي مقطعاها كده، هو يعني بتاع الفراخ هو اللي ادهاني 4 قطع كده، فانا ما جودتش يعني ما عملتش اضافة. حتى بتاع الشوي يعني عملها لنا كده، ما ما عملهاش، يعني سابها لنا كده، ما عملهاش، ما قطعهاش شيش يعني، قصدي ما قطعهاش اللي هي تبقى 8 قطع، لا سابها زي ما هي 4 كده، وكانت تحفة، هتشوفوها في الاخر. التتبيلة بجد. هقول لكم تاني، قلت لكم فيديو قبل كده، لو في اوبشن في اليوتيوب يخلي ان انا اقدر اقدر ان انتوا تشموا الريحة بتاعت التتبيلة، يا ريت. ما كنتش عزيته عنكم والله. بس بجد ريحة التتبيلة تحفة، و... وجميلة قوي قوي. وكانت الفراخ بجد ما شاء الله كان طعمها جميل، كان طعمها جميل قوي. طبعا عشان انا عشان اديتها حقها في كل حاجة. بصوا هو عامة الحاجة اللي انت بتديها حقها لازم بتديكي في الاخر نتيجة كويسة، لازم. انا بقى طبعا غسلتها كويس ونقعتها كويس، اللي ما عادش فيها زفارة تماما، حتى لما بعد النقع برضو ما سبتهاش يعني ان انا طلعتها حطيتها في طبق دايركت كده، فاللي هو تبقى فيها مية، لا لا خالص، انا حطيتها في المصفى عشان تتصفى تماما تبقى ناشفة، ميبقاش فيها مية خالص ولا سوائل. ده من بدري طبعا، انا عملت كده من بدري، يعني من بعد الفطار. ده بقى كان بعد
السحور. خدي بقى من التتبيله. بصوا انا جبت البوله دي وحطيت فيها كيس، عشان انا هحط الفراخ دي في الكيس ده، والكيس ده هيروح للشوي كده، مش هشيلها تاني بقى. حطيتها في كيسين، هحطها في كيسين. بصوا بقى، ادعكي الفرخه كويس جدا، اعملي لها مساج كده كأنك فعلا بتمسجيها. ادعكيها كويس جدا من بره، من فوق، ومن تحت الجلد، ومن كل حتة. ادعكيها كويس جدا. هي اوكي هتفضل في التتبيلة طول الليل يعني، خلاص هتفضل في التتبيلة حبة محترمين، لان هي راحت لبتاع الشوي حوالي الساعة 4، لان هو طبعا بيشويها الساعة 5:30 اصلا يعني، لانها بتاخدش اي حاجة في الشوي خلاص، خاصة ان هي منقوعة بقالها ساعات كتير، فاللحمة بتاعتها خلاص بتبقى دايبة اصلا. اي حاجة بتنقعيها بملح وكده وحاجات من دي، خلاص اللحمة بتاعتها بتطرى، بتبقى جوسي جدا. فمجرد ما بتلمس النار خلاص بتشم النار كده، تبصي تلاقي اللحمة طابت على طول، بتبقى استوت يعني. اعملي بقى طبعا، نغستها كويس جدا بالسكينة، نغست الصدر والورك كويس جدا. افضلي اعملي فيها فتحات كده، ده برضو بيساعد في التسوية بتاعتها انها تبقى كويسة جدا. هو الصدر ده اوريدي بصوا كان مفتوح اصلا اهو، بصوا. فحطيت بقى جواه، هو جاي كده مفتوح، حطيت جواه. بحطه فوق الجلد وتحت الجلد، وبصوا في كل حتة، ما بسيبهاش يسيبش القطعة غير لما ببقى عارفة ان هي شاربة جدا من كل حتة. وطبعا الوقت اللي هي فضلت فيه ده اكيد يعني التتبيلة دي بتتخلل النسيج بتاع اللحمة اصلا، لان ده ملح، فطبيعي ان هو الملح لما بيفضل على حاجة فترة طويلة بيتخللها يعني. انتي عامة احنا نكسب اي حاجة بتبقى محتاجة تتبيلة ان هي تتنقع من قبلها بالليل. انا لما بعمل حتى بانيه شيش طاووق بفتيك زي ما انتوا شفتوني كده، بنقعه من بالليل في التتبيلة، بصراحة بيديني نتيجة تحفة. النتيجة بتاعته بتبقى اقوى من ان انا مثلا اعمله من الصبح او كده، لا النتيجة بتبقى اقوى بكتير. اهو بصوا عملت بصوا في كل حتة، ما سبتش تحت الجلد وكله، بس بحطه كمية يعني. انا لابسه الجلافز طبعا عشان ما تستغربوش ان انا بلبس الجلافز في حاجات، بس دلوقتي انا بعمل ببصل، فريحه ايدي هتبقى بصل قوي، وانتوا عارفين البصل والثوم لما بيمسك في الايد ما بيسيبهاش، وانا بقى كنت هنام، فاكيد مش هبقى نايمه طول الليل شم ريحه البصل، مهما تروحي تغسلي ايدك حرفيا بالشاور، بال بالصابونه، بصوا بالشاور تعملي اي حاجه برضو يعني ما اعرفش ازاي، بس فعلا البصل بيفضل ثابت في ناحية صوابع ايدينا من فوق، من عند ضوافرنا كده، بتفضل الحتة دي ثابتة، حتى لو ما عندكيش ضوافر بيفضل ريحة البصل ثابتة فترة طويلة يعني، مهما تغسلي ايدك بقى. فبصراحة بقوم يعني، انتوا شفتوا انا لابسة الجلافز، وعايزة اقول لكم برضو ان الريحة نسبيا طالت ايديا، البصل بيبقى قوي قوي. بصوا انا ما سبتش حته ما حطيتش فيها تتبيله. هنا كانت الصدر ده ما كانش مفتوح، ما كانش فيه جيب يعني زي القطعه التانية، فانا قمت جايه فاتحاه بالسكينه لانها عجبتني بصراحه. بصوا التتبيله دي كانت مناسبه جدا للفرخه، واتبقى منها كمان اهو، حطيتهم فوقيها بقى. واقفلي بقى كيسك اللذيذ، اقفليه كويس جدا. آه، انا هحط كيس كمان دلوقتي، مش هستكفى بالكيس ده بس يعني. هنا انا كنت بغسل ايدي عشان اروح اجيب كيس تاني. انا بسيبكم معايا بقى، ما بعدتش بسرع الفيديو لان الفيديو بتاعي بقى قصير، الاول كان بيبقى طويل فبسرعه.
كان بيكسر الساعة على فكرة وانا بصور، لاني ما كنتش متمكنة لسه الاول، ما كنتش بفصل الكاميرا. لكن دلوقتي بقى انا بقيت عارفة بفصل الكاميرا، فالوقت بقى قصير، فلو سرعته هيبقى مثلا الفيديو ممكن يكون 3 4 دقايق، فمش هتفهموه اصلا. مع السرعة عمركم ما تفهموا يعني، مش هتبقوا عارفين تلحقوا ان انتوا تلقطوا اي حاجة. كده انا خلاص، انا كنت نقعتها تمام، وحطيتها في الكيس ده، وحطيتها في التلاجة بقى، وسبتها لتاني يوم. ده بقى تاني يوم. تاني يوم بقى نزلت، كنت جبت الكابوتشي والجزر. ده الكابوتشي بتاع السوق، اللي هو الشعبي يعني يا جماعة، مش اللي هو بتاع المحلات. لان ما لقيتش، انا كنت مستعجلة. لان خلاص انا هنا على فكرة البيت، انا كنت هنا الوقت ده كانت الساعة 5:30، لان انا كنت نزلت اشتريت حاجات وكده، فكان الوقت اتأخر، لان لفيت حبة حلوين، فالوقت اتأخر عليا. فكده كنت داخلة البيت الساعة 5:30. كنت عايزة اعمل عصير، وكنت عايزة اعمل طحينة، وكنت عايزة اعمل سلطة كولسلو. وسلطة الكولسلو دي جات لي في الاخر خالص، انا بحبها جدا. فقلت لا خلاص، انا بحبها، فانا مش هحرم نفسي يعني، هجيبها واعملها، وهي اصلا لايقة على الاكل قوي. معروفة يعني، فراخ مشوية او كده، او اللي هي فراخ كنتاكي وكده، لازم كولسلو يعني. انا عامة بحب الكولسلو، بحبه في اي حاجة، بموت فيه. فجبت بقى جزر، وجبت الكابوتشا دي. هي كابوتشا يعني على قدها كده، مش اللي هي الواو، لان انا ما لقيتش طبعا، خلاص كان اصلا القرآن كان اشتغل، بدأ يقرأ وكده، فما كانش فيه بقى خلاص. الناس بدأت يعني تقفل، لأن في ناس بتمشي أصلا من المكان، بتروح بلدها. مش قاعدين هنا، هما فاتحين محلات هنا، بس بيروحوا بلدهم يفطروا في بلدهم، فمش بيلحقوا. فلازم يقفلوا بدري شوية، لما يعني قبل الفطار بنص ساعة، عشان يلحقوا يوصلوا. وساعات المغرب بيأذن عليهم كمان في الطريق. فخلاص بقى كان كله كومبليتنج، غير الحاجات كانت من البضاعة من الصبح خلاص اتاخدت. فما فيش، عمالة اسأل في المحلات، ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش. فلقيت محل، هي بتاعت الناس دي بتاعت خضار. فلقيت عندهم ده اللي هو العادي ده، اللي هو الكابوتشي الشعبي ده، مش اللي هو اللي احنا عارفينه التاني. فقلت عادي تمام، مش مشكلة، هتقضي الغرض يعني. وكان طعمها لذيذ جدا على فكرة، مش طعمها كان فيك ولا حاجة، لا، وانا ما حسيتش بتغيير والله. ما اعرفش بقى، بس انا ما حسيتش بتغيير. بصوا، انا انا عملت الجزره، بس المفروض ان انا كنت اعملها ابشرها بالعين الأضيق مش الاوسع. انا مش واخده بالي كل ده، انا عماله ابشر ومش واخده بالي خالص خالص خالص، ان انا ببشرها بالعين اللي هي الواسعه. المفروض تبقى بالعين الأضيق. بس طبعا انا كنت مستعجله، اسفه، انا كنت مستعجله غصب عني. فكنت عايزه انجز، عشان اعرف كمان اصور لكم الفيديو، واللي هو الحق لما المغرب يأذن، ان انا ابقى خلاص اوريدي خلصت، عشان ما اخرهمش على الفطار وكده. فبصوا بقى، إيه الكابوتشا، انا كنت بطلع منها حتت. لا بصي، هي اصلا حتى هي بتتفك مش بتطلع سليمة، لان هي مش يعني كابوتشا على قد حالها الصراحة يعني. انا هنا كنت نقلت الجزر في بولة اوسع، لان لقيت البولة التانية دي هتبقى ضيقة، مش هعرف اتحكم. وانا عملت كمية حلوة يعني، لان انا بقعد اتسلى فيه اكله كده لوحده من غير حاجة. والله انا يعتبر فطرت بيه، وما فطرتش حاجة تانية، بس كده بالطبق بس، وما فطرتش حاجة تانية. كلت بس حتة فرخة صغيرة كده وخلاص. بقى انتوا عارفين الفطار، خلاص بقى الصيام بتيجي بقى خلاص معدتك بتبقى قافلة اصلا. معدتنا بقى الفترة دي كلها بتيجي بقى بتبقى قافلة، مش بتلاقي نفسك بتاكلي حاجة بسيطة قوي. هنا بقى انا كنت ببشرها، بس هي طرية جدا، مش متماسكة الورقة بتاعتها، مش الورقة الصلبة. فما كانتش يعني ما كانتش عاملة معايا، ما كانتش راضية تعمل معايا. انا ببشرها اللي هي التانية دي، اللي هي الكابوتشا، اللي هي ال الأصلية مش الفيك. ببشرها بتبقى تحفة بجد، بتتبشر معايا، وبتبقى القطعة بتاعتها صغيرة. احنا بنحب القطعة بتاعتها تبقى صغيرة، بس بالعين الضيقة. هنا بصوا ما كانتش راضية تعمل معايا اصلا. فقلت عادي قشطة، انا هجيب البلانشة والسكينة واقطعها انا حتت صغيرة جدا. بس ما صورتش، لان هياخد مني وقت طبعا، ومش عايزة اطول عليكم الفيديو اكتر من كده.
كنتش عايزه اطول عليكم الفيديو، فهوريكم بس ان انا قطعتها في الاخر، بس يعني اوريكم النتيجه النهائيه. هنا كل ما اجي اعملها هي الورقه بتاعتها ناعمه جدا، فالورقه عماله تدوب مش عارفه اعملها. ورقتها اللي هي الخفيفه قوي دي ناعمه قوي، مش يعني مش ماشيه في المبشره خالص. هنا بقى انا خلاص كنت جبت البلانشة وقطعتها بالسكينة عادي خالص، قطع صغننة خالص هتشوفوها. وكنت خلاص كده بقى. هنا بقى كنت احط لها بقى الحاجات بتاعتها. هي بتحط لها زبادي ومايونيز وسكر. في ناس بتحط لها عسل ابيض عادي، على فكرة انا جربتها بالعسل الابيض وبالسكر، النتيجة واو في الحالتين، عشان ما نعقدش الناس. بس لا ما عنديش عسل ابيض، طب عندي، اعملي بسكر يا حبيبه قلبي هتطلع لك تحفه. ما عندكيش سكر وعندك عسل ابيض، حطي عسل ابيض. بس اكيد كلنا بيوتنا كلها يعني الحمد لله، ربنا يديمها نعمه علينا كلنا يا رب، يرزق الجميع ان احنا بيبقى عندنا سكر، فده هيبقى يعني انسب واوفر ليكي. عندك عسل خير وبركه، ربنا يزيدكم كلكم يا رب ويرزقكم كلكم. حط لها عسل ابيض. انا جربتها في الحالتين نفس النتيجة ونفس الطعم، مفيش اي طعم مختلف على فكرة، سواء بالسكر او ده. بس حاولي ان السكر يبقى ناعم، مفيش سكر ناعم برضو ما تعقديش نفسك، حطي السكر التاني عادي يا جماعة. حطيت علبة زبادي ومعلقة مايونيز كبيرة و... وبقى معلقتين سكر. بس يعني الكمية بتاعتي دي كانت عايزة اكتر من كده، انا زودت لها بقى يعني، لان انا مش عارفه ادوق طبعا عشان صايمين، فانا مش عارفه ادوق. فلما فطرنا دقت فلقيتها لا عايزه كميه اكبر، يعني كانت عايزه علبه زبادي كمان. ويعني بدل علبه زبادي تبقوا علبتين زبادي ومعلقتين مايونيز يعني يبقوا كبار وسكر اكتر. انا بقى يعني مش ما عنديش القدره طبعا ان انا اعرف ادوق، فاعرف اتذوق يعني الحاجه اشوفها مظبوطه كده اوريدي تمام ولا لا. لما فطرت لقيتها لا، اللي هي لسه كانت عايزة كمية اكبر من دي، لان انا عملت حبة حلوين يعني، عملت حبة جزر وكابوتشي حلوين، كانوا عايزين كمية اكبر. فزودت عليهم كمان علبة زبادي وكمان معلقة مايونيز نفس الطبق ده، تجي عاملة طبق زيه، فبقت احلى واجود بقى، وكانت طعمها سكر بصراحة، اتاكلت كلها ما شاء الله ما شاء الله، بألف هنا للي كل يا رب. اتاكلت كلها ما تبقاش منها اي حاجه. هي نقنقه كده على فكره، هي جميله قوي. سناك الصراحه انا بعتبرها من السناكس تبقى جميله قوي. نقنقتها جميله. بصوا، هنا بقى انا كنت بحطها في الاطباق، عشان انا كنت خلاص يعني كان خلاص القرآن شغال وخلاص، ما كانش فاضل حاجه على المغرب، خلاص كان تقريبا فاضل 10 دقايق. جبت البولات دي وحطيتها في البولات دي، عندي اصلا مش شاريها جديده ولا حاجه، تقريبا شفتوها يعني في فيديو او كده. أه بحط فيها بقى، هما كانوا 6 بس في واحد اتكسر تقريبا، فبقى 5 بس بينفعوني قوي في حاجات زي دي، حتى لو انا بحضر حاجه بيبقوا جنبي حلوين قوي. اهو بصوا، حطيت الكولسلو، كنت عامله الطحينه، كانت جاهزه الطحينه عادي خالص، حاجه سهله، ومخلل والفراخ اهي. بصوا تحفه قمر، كان ريحتها تحفه. انا كده الفيديو بتاعي خلص، كل سنة وانتم طيبين، واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.